بيبدأ فيلم النهارده في ألمانيا مع شاب اسمه بنجامين، وبيكون بيتكلم في التليفون وبيكون متوتر بيقول انه اتكشف، وبيدخل أوضة بيلاقي كل اللي فيها ميتين، وبيسلم نفسه للشرطة وبيحكي قصته. بيعرف المحققة ان كان حلمه وهو طفل انه يبقى بطل خارق، لكن في الحقيقة انه كان شخص غير مرئي وشفاف ومحدش بيتكلم معاه. وبيكمل كلامه وبيقول انه كان شايف ان دي قوة خارقة في حد ذاتها، وان كل بطل خارق عنده قصة مأساوية زي سبايدر مان اللي اهله ماتوا وباتمان اللي اهله اتقتلوا قدامه وهو صغير. وبيكمل كلامه بيقول ان قصته مأساوية اكتر منهم، لان ابوه سابه اول ما اتولد وسافر، وامه انتحرت وهو عنده 8 سنين، وبقى عايش مع جدته اللي ربته وهو صغير، ودلوقتي هي كبرت وبقى هو اللي بيهتم بيها، وانه اكتشف حبه للكمبيوتر وبقت دي قدرته الخارقه، وسمى نفسه هو ام اي اللي معناها انا مين. وبيفتكر نفسه لما كان لابس لبس عامل توصيل بيتزا، وكان اللبس مضحك والناس بتتريق عليه، وبيبقى البرمجه والكمبيوتر الصديق الوحيد ليه. وبيكتشف الديب ويب ويبقى اخيرا لقى العالم اللي يقدر يندمج فيه، والناس بتحبه وبتتعامل معاه على عكس الواقع. وبيكمل كلامه بيقول انه عارف ان في مبرمجين كتير اشطر منه، بس هو كان عنده قدوه واحده بس وهو MRX، وبيبقى مفيش حد يقدر يكتشف هويته، والهاكرز بيعتبروه الاب الروحي ليهم، وانه بيقدر يشتري لهم منشطات من الصيدليه بكل سهوله، وبيكون ده الدواء الرسمي لكل هاكر. وبيحكي بنجامين المحققه عن اول مره قرر ينقل موهبته لارض الواقع، وبيكون رايح يوصل طلبات لصديقته ماري اللي بيحبها، بس بسبب انه انطوائي مش بيبقى قادر يعترف لها بحبه، وبيسمعها هي واصحابها وهما بيتكلموا وبيقولوا انهم عايزين الامتحان باي طريقه، وبتقول ماري انها كلمت ايرون مان بس هو رفض، وبيقعدوا يضحكوا، وبيروح بنجامين ليهم وبيديهم البيتزا، بس بيتريقوا على لبسه، بس ماري الوحيده اللي بتعامله كويس وبتديله الفلوس. بس صاحبها مش بيكون عايز يحاسبه، وبنجامين بيقول جمله شهيره لايرون مان بس مش بتفهمه، واصحابها بيقعدوا يتريقوا عليه، فبيسيبهم وبيمشي وبيرجع على البيت وبيقرر يسال الامتحان لماري، وبيقعد يتخيل انها فرحت وحبته واتجوزه كمان. وبيتحرك على المدرسه عشان يهكر السيرفر الرئيسي ويسرق الامتحان، بس بيتمسك وبيتحكم عليه حكم خفيف بسبب انه ما عندوش اي سجل اجرامي، وبيتحكم عليه ينظف الحدائق العامه. وبيقابل واحد اسمه ماكس وبيساله عن سبب عقابه، فبيعرفوا بنجامين انه هكر السيرفر الرئيسي للجامعه، وبيساله ماكس لو بيفهم لغه الكمبيوتر، فبيقول له بنجامين انه بيفهمها بسهوله، وماكس ما بيكونش مصدق بس بيفرح لان هو كمان مبرمج، وبيعزمه على حفله، وبيوصل بنجامين وبيتعرف على اصحاب ماكس، وبنتعرف على اول واحد وبيكون بول اللي اتربى في دار ايتام بعد ما امه ماتت وابوه الغني اتخلى عنه، وبقى عنده قدره انه يفك ويركب اي حاجه فيها شرائح الكترونيه. والتاني بيكون ستيفان اللي بيكون هو كمان مبرمج وبيحب يعمل اي حاجه خطيره، وبيطلقوا عليه سيد البرمجيات. وبيكون كل الموجودين بيكونوا مصدقين ان بنجامين هاكر، بس بيثبت لهم بيقدر يقطع الكهرباء عن المكان كله، بس الشرطه بتوصل وبيشغل الكهرباء تاني وبينزلوا عشان يهربوا، وماكس بيعرفوا ان الشرطه مش جايه عشانه، وان البيت اللي عاملين في الحفله ده مش بتاعهم، وبيشاور على واحد من الموجودين ويقول انه ده اللي عامل الحفله، وبيطلع يجروا وبيشوف ماري في الحفله، والشرطه بتجري وراهم بس بيقدروا يهربوا، وكلهم بيمشوا، وبتفضل ماري مع بنجامين وبتفتكروا ايام الجامعه وبتسيبه وبتمشي هي كمان. وبيروح بنجامين البيت بس مش بيلاقي جدته، فبيدور عليها في الشارع لحد ما بيلاقيها في نص العربيات، وبيوديها للمستشفى، وبيعرف من الدكتور ان عندها زهايمر من 4 سنين، وان الاحسن ليها انها تفضل في المستشفى، وبيسيبها بنجامين وهو حزين، وبيروح لماكس اللي بيطمنه وبيقول له جدتك هتكون كويسه. وعلى الرغم ان في اختلاف كبير ما بين شخصيه بنجامين وماكس، بس بتجمعهم حاجه واحده وهي حبهم لام ار اكس. وبيعرفوا ماكس ان الاختراق مش للاجهزه بس، وانه كمان لازم يخترق الناس، وان دي الهندسه الاجتماعيه وبتعتمد على حاجتين، الجراءه والثقه. وبيدور في الزباله وبيلاقي فيها فاتوره لمطعم قريب، وبيدخل المطعم وبيتكلم بثقه وبصوت عالي، وبيطلب من العامل ان يديله قطعتين زياده، وبينجح وبيديهم لشخص مشرد. وبيكون بنجامين مش مصدق اللي بيحصل، بيكون ماكس شخصيته قويه على عكس بنجامين، وبيتحركوا الجراج، وبيكون بول وستيفان مستنيينهم، وبيكونوا هيسرقوا عربيه، وبنجامين بيكون قلقان بس ماكس بيطمنه وبيعرفوا انهم هيرجعوها تاني، وبيتحركوا بالعربيه لقاعه المؤتمرات، وبيكون مهمتهم يخترقوا الجهاز المتحدث الرسمي باسم الدنمارك، وبيكون اللي هينفذ المهمه ستيفان وبنجامين مش بيكون فاهم حاجه، وبيروح ستيفان وبيوري الحارس بطاقه مزوره، والحارس مش بيكون عايز يدخل بنجامين، بس ستيفان بيقول له انه من المتحدثين باسم الدنمارك، وبنجامين بيكون بيعرف يتكلم دنماركي فبيصدقه، وبيدخل وبيعلق ستيفان كاميرا عشان يصور اللي بيحصل، وبيروح بنجامين عشان يخترق اللابتوب، وبيكون متوتر بس بيفتكر انه مش مرئي وبيقدر يخلص المهمه، وفي حارس بيشوفه بس بيكون خلص، وبيطلع يجروا على العربيه وبيراقبوا اللي بيحصل، وبيكون المتحدث باسم الدنمارك بيعرض اعمال هتفيد المانيا، بس بيتعرض فيديو مسيء لهتلر، وكل الموجودين بيتضايقوا، والمجموعه بتفضل تضحك في العربيه، والموجودين في القاعه بيعرفوا ان هم اللي عملوا كده، وبيطلعوا يجروا وراهم، بس ماكس بيقدر يهرب بيهم. وبيعرف بنجامين المحققه ان من هنا بدات مجموعه كلاونز، وهم اختاروا الاسم ده لان المهرج بيلبس قناع وفي نفس الوقت بيستمتع باللي بيعمله، ويبداوا يخترقوا شركات كبيره عشان يتعرفوا، وماكس مش بيكون راضي على اللي بيعملوه، وبيبقى عايز يعملوا عمليات اكبر عشان يتعرفوا، ولما بيسالوا ام ار اكس عن مجموعه كلاونز بيتريق عليهم عشان هم بالنسبه له ولا حاجه، وماكس بيتضايق وبيرجع للمحققه اللي بيكون اسمها هان، وبيكون مكلفه بالقبض على مجموعه هاكرز اسمهم فريندز. وبيكمل بنجامين لهان وبيعرفها انهم اخترقوا برنامج مسابقات وقدروا يكسبوا
عربيه بورش، وكلهم بيبقوا مبسوطين وبتبقى حياتهم كلها حفلات واختراقات. وفي يوم ماكس بيقول لبنجامين انه جبان وبيستخبى ورا اي حد وما عندوش شخصيه، وبيتاثر بنجامين بكلامه وبيعترف لماري بحبه وبيحاول يبوسها بس بتتضايق عشان دي مش طريقتها وبتسيبه وبتمشي وبيجري وراها عشان يصالحها، بس بيلاقي صديقه اللي اتريق عليه قبل كده وبيضربه وبنجامين مش بيقدر يعمل له حاجه. وفي يوم بيجي لهم رساله من MRX، محتوى الرساله ان كلاونز مجموعه اطفال ومش تابعين لمجموعه فريندز، وبيكون قصده يهينهم. وبيتضايق ماكس وبيقرر يعمل حاجه كبيره اكبر من اللي MRX شخصيا بيعملها، فبيقترح عليهم بنجامين يخترقوا جهاز المخابرات وبيعجبوا بالفكره وبينطلقوا في خطتهم. وبيكون دور بنجامين يهكر جهاز الارسال والطباعه، وستيفان تعطيل الكاميرات، وبول يفصل الكهرباء، وماكس يمسح المعلومات. كلهم بيخلصوا بس بنجامين بيتاخر عليهم، وبيخلصوا وبيروحوا يحتفلوا. وبيشوف بنجامين ماري مع صاحبها فبيشتموا، بس قبل ما صاحبها يجي يضربه بيشوف صحابه وبيخاف، وبيروح ماكس وبيجيب ماري ترقص مع بنجامين، وبيفرح بنجامين وبيدخل الحمام، بس بيخرج بيلاقي ماكس بيخونه مع ماري وبيتصدم ومش بيرضى يدخل حد من المجموعه لبيته، وبيقولوا انه من غيرهم ولا حاجه، بس بيثبت لهم عكس كده. وبنجامين لما كان بيهكر جهاز المخابرات بيلاقي معلومات عن عملاء سريين وبيقرر يبعتها لMRX، وبيجي تاني يوم بتدخل المجموعه البيت عشان تصالحه، وماكس بيقعد يعتذر له بس بيقطعهم خبر موت واحد من مجموعه فريندز، وبيكون ده عميل سري مهمته يكشف MRX، وكان اسمه موجود في القائمه اللي اداها بنجامين لMRX. وبيكون بنجامين متضايق وبيكونوا متهمين بسرقه معلومات سريه من المخابرات، وساعتها بيقرروا يسلموا MRX عشان التهمه تتشال من عليهم. وبعد اللي بنجامين عامله بيكسب ثقه MRX وبيطلبوا منه ينضموا لمجموعه فريندز، وبيديهم MRX مهمه عشان يثبتوا كفاءتهم، وبيطلب منهم يهكروا مركز الشرطه الاوروبي، وبيكون MRX عايزهم يوصلوه بالسيرفر الرئيسي عشان يقدر يدخل ويخرج براحته. وبيقرروا قبل ما يعملوا مهمه يدمروا كل حاجه وراهم، وبيولعوا في البيت، وبيسافروا لمكان مركز الشرطه، وبيقعدوا ايام واسابيع يحاولوا يخشوا. وفي مره بيشوف بنجامين بنت وبتوع منها كارت الزياره، وبياخدوا بنجامين وبيخبيها عن باقي المجموعه. وبيكون ماكس اتصاب وهو بيحاول يدخل مركز الشرطه، وبيحس بنجامين بالذنب ان هو سبب اللي حصل لاصحابه وانهم على قائمه المطلوبين، وبيقرر يدخل مركز الشرطه ببطاقه الزوار اللي معاه، وبيروح لحارس الامن وبيقول له نسي تليفونه جوه، بس حارس الامن بيكون رافض، وبيقول له بنجامين ان ابوه هيزعق له، وبيكون على وشه اثار ضرب بتساعده على التمثيل، وبيوافق الحارس وبيدخل بنجامين. وبتكون مهمه تثبيت اداه هتخلي MRX يقدر يدخل على سيرفر الشرطه، وبيكون بنجامين خلص كل حاجه ومستني MRX يتصل بالشبكه ويكشف هويته، بس MRX بيكتشف خطته وبيرفض الاتصال، وبيصور بنجامين وبيحدد مكانه وبيبعت ناس تقتله، وبنجامين بيهرب. وبنرجع لاول مشهد، وبيرجع بنجامين للبيت بيلاقي اصحابه كلهم مقتولين، وبيقرر يروح للمحققه هان وبيقول لها انه هيسلم MRX في مقابل انها تدخله في برنامج حمايه الشهود وتديله هويه جديده. وبتقول له هان انها موقوفه عن الشغل بس بتتكلم جوزها السابق وبتضغط عليه وبيوافق، وبيبدا بنجامين خطته للكشف عن MRX، بس المره دي الانتقام لاصحابه، وبينتحي شخصيه MRX، وبيقعد ينشر شائعات عنه زي انه متعاون مع المخابرات وانه عايز يسلمهم، وبيسيب مصيده MRX عشان يكشف بنجامين منها، ولو وقع فيها هويته هو كمان هتتكشف، وفعلا بيقع فيها وبنجامين بيقدر يكشفه، والشرطيه هان بتقبض عليه وبترجع لشغلها وبتستعد عشان تدخل بنجامين برنامج حمايه الشهود، بس بتاخد بالها من الجرح اللي في ايده، وبيكون ده نفس الجرح اللي قال انه في ايد ماكس، وبتشك في القصه اللي بنجامين حكاها، وبتروح تقابل ماري وبتسالها عن بنجامين، بس هي بتقولها انها مش فاكراه، وبتزيد شكوكها وبتروح للدكتور اللي بيعالج جدته وبتسأله عن التاريخ المرضي للعيلة، وبتعرف ان ام بنجامين انتحرت بسبب اضطراب تعدد الشخصيات، وبتسأل الدكتور لو المرض وراثي فبيقول لها للاسف، وبتروح لبيت بنجامين وبتلاقي علبة منشطات واحدة والمفروض يكونوا اكتر لان في اكتر من شخص في البيت، وبتواجه بنجامين بالحقيقة اللي بتصدم، وبيقعد يقول لها انه مش شبه مامته، وبتقول له هان انها مش هتقدر تدخله في برنامج حماية الشهود، وبيقعد يزعق وبيقول لها ان مجموعة الاصدقاء هيخلصوا عليه زي ما خلصوا على اصحابه، وبيصعب على هان وبتقرر تساعده، وبتخليه هكر سيرفر الشرطة ويدخل نفسه في برنامج حماية الشهود ويطلع لنفسه هوية جديدة، وبتوصله هان للمينا عشان يسافر ويبدا حياه جديده، وبيظهروا صحابه وبيطلعوا عايشين، وبيطلع ان كل اللي حصل ده من تخطيطهم، وان بعد ما MRX كشف هويتهم قرروا يبداوا خطتهم، وقدروا يوهموا هان بان بنجامين مريض زي مامته عشان يقدر يدخل على سيرفر الشرطه ويقدر يجيب لهم كلهم هويات جديده، ويقدروا يبداوا حياه جديده بعيدا عن الهاكرز، وبتكون ماري اصلا حبيبته. وبكده خلص الفيلم، يلا سلام.